اتعلمت فيها كتير قوي ورشه امين الحقيقه، لان ده كان اول مسلسل اكتبه بقى بجد. اول شغل احترافي بقى. اياد قعد مع محمد امين راضي وحكى له ان كان عندي كذا كذا، وعارف ان هو عايز بيعمل ورشه وقتها، كان كلوك ورك تمتيشن اللي كان عاملها امين. فامين بعت لي قال لي انا عايزك معايا في الورشه. امين ورشته بصراحه كانت بتخليك تحتك بالنجوم وبالمخرجين وبالانتاج، يعني مش بيقفل عليك. فدي حاجه بصراحه فرقت حتى في تنسيق الحلقات، في شكل تنسيق الحلقه اللي بنعمله، اللي كان شوقي بيبقى مصر عليه، العربي المظبوط. عملنا مشروع كنت انا واحمد وائل وحميد المدني، بعد ما خلصت كتابته ما تصورش، حاولنا بقى مره تانية ما تصورش، عملنا مشروع ثالث سوب اوبرا كده 250 حلقه، وبعدين ما اتعملش. بعدين قال لك هنحوله ل 60 حلقه، كان اسمه نوايا بريئه، يعني ما حدش بيشوفه خالص، ما بنتكلمش عنه خالص. بصراحه دايما امين كان جدع في الموضوع ده يعني، وكان عارف ظروفي الماديه، وهو برضو يعني مش من القاهره زيي، كان دايما بيقدر الموضوع ده بصراحه. انا هتكلم عن نفسي يعني بس هو كان بيعمل ده بشكل سكيل اكبر بكتير. الحقيقه كان فاتح بيوتنا كلنا، يعني اي حد عنده مشكله في ايجار، عنده مشكله في حاجه، امين كان دايما سداد فيها بصراحه، ودي حاجه انا اتعلمتها برضو من امين. بس كنت بعدها حسيت ان انا ما بقتش قادر اشتغل في ورشه، انا جاهز ان انا اخرج بره الورشه، وقلت ده بشكل واضح لامين، وهو تفهم. تقول لي انت بقى رايح تعمل ايه؟ اقول لك ما اعرفش.